بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إخواتي متابعيني الكرام، يا رب دايما تكونوا بخير، بصحة، بسعادة. صحاب قناة شوط ونشوط، القناة اللي إن شاء الله بيكم هتبقى رقم واحد إن شاء الله. ثقة في الله سبحانه وتعالى إن شاء الله، بتفاعلكم، بتواجدكم، باشتراكاتكم، بلايكاتكم، إن شاء الله القناة هتبقى رقم واحد في السوشيال ميديا. ان شاء الله القناه هتكبر. مبسوط باخواتي الجداد، على راسي من فوق، من كل الوطن العربي، كلكم على راسي، كلكم اخواتي، كلكم احبابي. توكلنا على الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حابب اتكلم معاكم النهارده في الموضوع اللي شاغل النادي الاهلي، تجديد ديانج. هاكد عليكم اللي انا قلته واتكلمنا فيه من يوم واثنين وثلاثه. تجديد ديانج هيحط النادي الاهلي على حافه صعبه جدا. ديانج وصل لمرحلة انه خلاص هو دلوقتي اللي يقدر يتشرط. ديانج اللي طلب انه يصبر لما يشترك في بطولة افريقيا مع منتخب مالي، هو عارف انه العروض اللي هتجيله هتزيد. مش عرض الاهلي هو اللي يزيد، لا، العروض اللي هتجيله من بره. وده معناه ان كل عرض هيجيله كل مرة هيأدي فيها ديانج مباراة مع الاهلي او مع المنتخب، مباراة قوية، معناها ان العروض هتكبر، معناها ان المسافة اللي ما بينه وما بين النادي الاهلي هتبعد وهتبقى بعيدة جدا. اي حد بيتعاقد مع ديانج دلوقتي بيبقى عامل حسابه ان لو بيشتري لاعب زيه هيدفع كام، وقلت لكم يوزع فلوسه على الاربع سنين او الثلاث سنين اللي هيمضي معاهم ديانج، فيقدر يديله مبلغ كويس. لكن الاهلي ما يقدرش يرفع العرض عن اكتر من 1,800,000، لان لو بيعمل ده مع لاعب وسط فمعنى كده انه في اول تجديد وفي اول وقت هيبقى عايز يجدد مع اي لاعب من خط الهجوم، هيقابل مشكله. اوضه اللبس هتقابل مشكله. قلت لكم لو كان تعاقد ديانج مالي بالجنيه المصري كانت الامور تمشي، لكن دولار، والاهلي بيقابل صعوبه في توفير الدولار عشان الرحلات وعشان الطيارات الخاصه. الموضوع هنا صعب. فطالما الموضوع صعب، حط بنسبه اكبر دلوقتي 60% ان ديانج بره النادي الاهلي. فعلى اداره النادي الاهلي دلوقتي تبدا تعمل ايه؟ انا لو مكان اداره النادي الاهلي هكمل باللاعب لنهايه الموسم. نهايه الموسم يخلص خلاص، مع الف سلامه. اتعمل ده مع اكرم توفيق، اتعمل ده مع رامي ربيعه، فهو اولى، لان احتياج النادي الاهلي لديانج اولى بكتير من رامي ربيعه واولى بكتير من اكرم توفيق. فاللي اتعمل مع رامي ربيعه واللي اتعمل مع اكرم توفيق الافضل انه يتعمل مع ديانج. طب نقول دلوقتي ان الاهلي ممكن يجي له 600,000 دولار في الست اشهر الفاضلين، يجي له مليون دولار، وده مش هيحصل. الاهلي يستفيد؟ لا. مليون دولار 50 مليون جنيه، انت جبت عمر الساعي بال 50 مليون جنيه وما استفدتش حاجه. فيبقى لا، خلاص، انا الاستفاده الفنيه اكتر بكتير قوي. وبالعكس، لما يكون ديانج موجود وبديل كويس، حتى مش هقول اساسي، لان كانت المشكله الاساسيه ان اللي الناس كانت بدات تتكلم فيها، حتى وديانج موجود ومروان عطيه موجود، انت عندك محمد علي بن رمضان، هل يقدر يجيب مستواه ولا لا، ولا ناوي تسوقه؟ طب امام عاشور هتطلع مين من خط الوسط؟ هتشيل مين؟ هتجدد لديانج وانت متاكد ان السروب هو اللي مكمل معاك سنتين؟ هل المدير الفني اللي جاي بعده هو موجود، ولا هتجدد لديانج وتطلعه اعاره؟ الامور هنا ازاي؟ ديانج مش لاعب مصري عشان تفضل ماسك فيه قصه الانتماء، وانه بعد ما يبطل هيكون موجود في النادي الاهلي، وفكره التبطيل. وعشان نبقى رابطين، عجبني جدا 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 قرار وجود الكابتن حسام عاشور كمسؤول اكاديميه النادي الاهلي في التجمع. القرار ده مهم. القرار ده رساله من الكابتن محمود الخطيب ومن مجلس الاداره، ان اللعيبه تبقى عارفه كويس قوي ان هي في الاخر عشان هتفضل تستفيد من النادي الاهلي حتى لما تبطل، ما تفضلش تبص بس على الفلوس. الفلوس شيء مهم، لكن تبقى عارفه ان في حاجه تانية هتاخدها. كابتن حسام عاشور مش هيرجع اسمه يتذكر تاني ويبقى موجود زيه زي كابتن شادي محمد الا بتواجدهم مع النادي الاهلي باسمهم. كابتن محمد عمارة بيطلع عشان خاطر كان متواجد في النادي الاهلي. كابتن هشام حنفي، الناس محترمه، لكن النادي الاهلي بيدي وانت بتلعب، وبيدي وانت بتبطل. اتمنى ان اللعيبه تبقى مركزه وعارفه النقطه دي. فقرار عوده حسام عاشور ده قرار مهم. هتشوف كادر مهم بيجهز. طبعا هتشوف كادر مهم بيجهز، فده قرار مهم. عوده حسام عاشور
ده شيء مهم جدا جدا ولازم يتبروز، ونبقى عارفين ان انت ممكن تطلع من النادي الاهلي، بس فكر وانت بتطلع ازاي. اتفرج على عمرو السولية، بيطلع بالاحترام، الجماهير بتشجعه، الجماهير يوم مباراة سيراميكا بتديله تحيته كلها. لا طبعا عمرو السولية عايز يلعب، لا مكانه موجود بعد ما يخلص في النادي الاهلي، ومحدش يقدر يهد تاريخه اللي بناه في النادي الاهلي. فعمرو السولية حافظ على ده وطلع باحترامه وطلع بأدب، عشان كده فضلت الجماهير بتحبه، فضلت الجماهير عايزاه يرجع كادر، يرجع لاعب، يرجع كادر اداري، يرجع كادر فني. لا، الجماهير مستنياه عودة عمرو السولية. فده بالنسبة لحسام عاشور وبالنسبة للديانج. طيب هيقول لي النهارده الاهلي بيفكر في اسامه فيصل وبيفكر في مهاجمين. اسامه فيصل مش هيديك اكتر من اللي موجود، جراديشار بيديهولك. لو انت بتشيل برضو جراديشار عشان يبقى لاعب اجنبي، وتبقى اسامه فيصل عشان لاعب محلي عشان تقدر تركز، يبقى من الاساس زي ما انا قلت انت ممكن تجيب لاعب اجنبي واحد وممكن تجيب اتنين بفلوس الخمسه، بس يبقى عندك لاعب اجنبي مهم لو غاب الفرقه كلها تحس ان فيها حاجه فيها مشكله. لكن اجنبي يقعد على الدكه مش مؤثر، يبقى بره التشكيل خالص وبره الدكه خالص، يبقى انت اخترت من الاول غلط، ولازم تحترف بده. اسامه فيصل هو افضل الموجودين، بس خلي بالكم هو افضل الموجودين ليه؟ ركزوا في اللي انا هقوله لكم كويس. هو افضل الموجودين لان احنا عندنا اصلا في مصر مشكله في الدفاع. ففين المدافعين الاقوياء اللي بيقابلهم اسامه فيصل عشان يبان مستواه؟ عايزين تعرفوا ايه المشاكل الموجوده للمدافعين؟ احنا اصلا المدافعين بتوعنا عندهم مشاكل في كل الدوري المصري، وكلهم بما فيهم الممتاز. يعني بما اني انا شايف انه حسام عبد المجيد وياسين مرعي، الونش، ياسر ابراهيم، الجزار حتى، لا احنا عندنا خطوط الدفاع في كل الانديه لا فيها مشكله. وعايز اقول لك ان الجزار يبان وياسين مرعي بيبان في فريق بيبقى غالب طبعه دفاعي، المنظومه كلها عنده، اللعيبه بتاعت الوسط بتدافع والمهاجم بيدافع والاجنحه بتدافع، فما يبقاش متعرض قوي لمساحات يغطي فيها والتحركات والتغطيه، ومساحات المهاجم بياخده في ظهره وبيجري بيه وما فيش سرعات لان المساحه ضيقه، فالمهاجم ما بيلاقيش ولاعب الاجنحه ما بيلاقيش مساحات يجري فيها، فبيبقى المدافع قادر يبان شويه. لكن لما بيجي في النادي الاهلي وبالطبيعي يجي النادي الزمالك ويبقى فيه مساحات، لا بيبان مشاكله. احنا رامي ربيعه بما اننا بنكمل على خط الدفاع، وزي ما انتم متعودين مني ان انا اربط لكم الامور كلها ببعض. تعالوا اتفرجوا على خط دفاع منتخب مصر لما يجي لاعب سريع او قوي جسمانيا، اتفرجوا على ايه اللي بيتعمل. ايه الهدف الاولاني اللي جه في مباراه اوزبكستان؟ ده معناه ان احنا خط الدفاع هش، وده معناه ان الكره المصريه كلها خطوط الدفاع بتاعتها وحشه. عشان كده تعالى اتفرج ليه بان اسامه فيصل. فين المدافعين اللي هو بيقابلهم خلال الدوري؟ فين المدافعين اللي بيعلوا مستوى المهاجمين؟ عشان كده الكره المصريه ولا فيها مهاجمين اقوياء ولا فيها مدافعين. احنا عندنا مشكله كبيره قوي، مشكله كبيره لازم الكره المصريه كلها تدور عليها. وبما اننا بنتكلم في الكره المصريه، يا كابتن حسام يا كابتن حسام يا كابتن حسام، لما انت النهارده بتتكلم وانت رايح معسكر انك عندك 11 لاعب غايب، ومنهم 4 أو 5 اصلا مصابين، و3 4 انت اصلا ما بتشاركهمش، طب بتحاسبهم علينا ازاي؟ بتحاسبهم ان انت عندك مشاكل وعندك عجز وعندك نقص ازاي؟ وحضرتك بتدرب نادي وانا مش واخد بالي؟ حضرتك بتدرب المنتخب، ده انت لو عايز تاخد ال 28 كلهم جداد هتاخدهم، ما بتقولش ان انا عندي عجز. ده اختيارك انت وده قرارك انت. امال سيروب بيعمل ايه؟ اللي بيدرب ب 12 لاعب، واللي لسه انت لعيبتك اللعيبه اللي في المنتخب معاك هترجع، واللي لسه اللعيبه اللي مع الكابتن حلمي طولان ترجع، واللعيبه يعني يبقى مين اللي عنده عجز؟ مين اللي عنده مشكله؟ مين اللي المفروض انه هيعالج مشكلته؟ ده مروان عطيه ربنا يسترها عليه، زيزو هيبقى راجع عنده مشكله، محمد هاني اللي طلع من مباراتين مهمين سيراميكا والزمالك ودخل على مباراه مهمه مع مهاجمين تقال صراع في قوه بدنيه، وهتلعبوا كمان كاب فيردي، وهيرجع ويرجع يوم الاربعاء ويوم السبت عنده مباراه مهمه مع شبيبه القبائل وبدايه دور المجموعات. مين اللي عنده المشكله يا كابتن حسام؟ امال المدير الفني للانديه يعملوا ايه؟ يشتكوا من ايه؟ وانت بالوضع ده بتشتكي؟ ثم بالوضع ده مين صاحب قرار
ان الكابتن محمد صلاح يرتاح. طب ده يرتاح ايه يعني طب ده احنا عندنا ازمه، عندنا ازمه حتى لتحسين الشكل. ده الكابتن محمد صلاح كان لازم يبقى موجود، كان لازم يبقى موجود. زيزو مش موجود، طب تريزيجيه مش موجود، طب يعني يبقى محمد صلاح موجود قائد اسم. ولا هي دي كلها مبررات لان الشكل هيبقى اوحش؟ لا يا كابتن حسام، انت هتتحمل اختياراتك وتتحمل النقد وتحمل النتيجه وتحمل اي حاجه، لان ده قرارك. انا اول مره اشوف منتخب بيجهز لاعب للنادي. ازاي تبقى انت جايب محمد صبحي في المنتخب ثالث او رابع وتديله هو؟ طب انا افهم انك تدي للشناوي، طب افهم ان انت تدي لاحمد الشناوي المباراه دي وتديله المباراه الثانيه، على الاقل تشوفه، على الاقل تاخد قرارك، على الاقل لما تخش بطوله افريقيا تبقى الاثنين قريبين، الشناوي والشناوي الاثنين قريبين من بعض. لكن بتجهز محمد صبحي يا كابتن، انا اول مره اشوف ده. ما عندكش ايام تدريب كتير وبتغير طريقه اللعب، تلعب ثلاثه ورا محمد حمدي ومحمد هاني ورامي ربيعه. رامي ربيعه اللي كل الناس بتتكلم اللي انا قلته من ايام ما كان بيلعب مع الاهلي في افريقيا. اي لاعب مهاجم بيجري بسرعته ويغير اتجاهه، لا رامي ربيعه بيروح في اتجاه تاني خالص. الجون اللي جه ده جون مسخره. وازاي محمد هاني يعني انهي فكر لاعب دولي يكون عايز يقطع الكوره وهو مش ثابت، فيجي يرفع رجله يقلش. ايه الجماعه ده يا جماعه؟ يا جماعه ده انتوا بتلعبوا باسم منتخب مصر. يبقى احنا اتكلمنا في ديانج واتكلمنا في المهاجمين، وهفضل اقول لكم انه مهم ان النادي الاهلي قبل ما يفكر في الباك الشمال لازم يدي لمحمد شكري. لازم محمد شكري ياخد، لإلا هيكون جنبك برضه لاعب كويس قوي وانت مش شايفه. اديله عشان تقدر تحكم. النادي الاهلي هيبقى عنده غيابات مهمه في مباراه شبيبه القبائل، بس انا عندي ثقه ان سروب بال 12 حتى اللاعب اللي فاضلين معاه هو قادر يديهم حاجه وقادر يحفظهم حاجه. بس برضه نعذر سروب اهو، بن بدر اهو بنقوله قبل اداء شبيبه القبائل. اللعيبه هتيجي الاربع اصلا من الامارات، يعني لو نزلت معاه تدريب هتنزل معاه خميس وجمعه والمباراه السبت. ايه التحفيظ اللي ممكن يلحق يحفظه؟ مفيش. فيبقى السروب بايا كان الشكل اللي هيلعب بيه، وانا واثق في جمهور النادي الاهلي، لا هو اللي معذور. اتمنى مع الكابتن سعد حفيظ لما يبقى الاجتماع يتم ان الامور كلها تبقى واضحه على الترابيزه باحتياجاته، وهو يبقى صاحب القرار، ثقه فيه، وان هو يبقى حاسس انه مكمل ومكمل التعاقد بتاعه، وان الاهلي المره دي مكمل معاه التعاقد. اتمنى ده. معلش الفيديو طول، بس انتوا تستاهلوا اكتر من كده بكتير. انتوا احلى اصحاب قناه في الدنيا. ما تنسوش الاشتراك، ما تنسوش تدعموا اخوكم محمد فؤاد. قناه شوت وانا شوت تبقى رقم 1 بيكم باذن الله سبحانه وتعالى. سلام يا احلى اخوات.